أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة اعتراف الدولة الفرنسية بالجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار من 1830 إلى 1962، مشيرا إلى أن الجزائر لا تطالب باعتذار بل باعتراف أخلاقي لما حدث. وقال تبون في خطاب ألقاه أمام البرلمان الجزائري موجها حديثه للقيادة الفرنسية: لا أطلب منكم الاعتذار عما فعله أسلافكم، لكن على الأقل اعترفوا. وأضاف أن الجزائر لا تنتظر تعويضات مالية من فرنسا بل اعترافا معنويا بما جرى، مشيرا إلى أن 5.6 ملايين جزائري قتلوا خلال الاستعمار. واتهم الرئيس الجزائري فرنسا بارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الجزائري، مذكرا باستخدام الغازات السامة وحرق الكهوف، بالإضافة إلى مقتل 45 ألف جزائري في مجازر ماي 1945، وفي إشارة إلى العلاقات المتوترة بين البلدين التي تفاقمت مؤخرا بعد اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال. شدد تبون على أن الجزائر لا تطلب اعتذارا بل اعترافا بجرائم الاستعمار، وانتقد بشدة الخطبات الفرنسية التي تدافع عن إيجابيات الاستعمار، مؤكدا أن الجزائر عند الاستقلال كان 90% من سكانها أميين، بينما تحتفظ فرنسا بجماجم مقاومين جزائريين في متاحفها كغنائم حرب. وأضاف تبون: ما حدث في الجزائر خلال الاستعمار ليس أساطير، الجزائر لم تكن مستنقعات بل كانت تصدر القمح إلى روما. كما أشار إلى التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية قائلا: لقد أصبحتم قوة نووية وتركتم لنا أمراضا، نظفوا ما خلفتموه، لسنا بحاجة إلى أموالكم. وفي ختام خطابه دعا تبون إلى توعية الأجيال الجديدة بتاريخ الاستعمار، مضيفا: سأكون ممتنا لفرنسا يوما ما إذا نصبت تمثالا ضخما للأمير عبد القادر في قلب العاصمة الفرنسية.